بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. النهارده بإذن الله طالع اقدم حاجة مهمة جدا للحمام بتاعي، وزي ما عودتكم في الفيديوهات اي حاجة انا بقدمها للحمام بتاعي هي اللي بطلع اتكلم عليها. حاجة مهمة جدا في زيادة الانتاج. لو انت فعلا بتشتكي من قلة الانتاج، الحمام عندك ما بيبيضش او الحمام عندك كان بيبيض وتوقف عن الانتاج، دي حاجة مهمة جدا وعنصر من العناصر المهمة جدا للحمام بتاعنا وبيحتاجها الحمام بتاعنا كمان في خصوبة الذكورة خاصة. البيض الرايق، البيض الغير مخصب، او البيضه الرايقه والبيضه اللي هي بتبقى مخصبه، ده مهم جدا جدا بالنسبه للحمام بتاعنا. مش هبالغ لو انا قلت فعلا فياجرا الحمام، فياجرا الحمام بمعنى الكلمه، لانه من العناصر الغذائيه اللي انا بتكلم عليها او العناصر المهمه اللي بيحتاجها الحمام بتاعنا. عشان ما اطولش عليكم في المقدمه، تعالوا نشوف العنصر اللي احنا هنتكلم عليه النهارده ونقدمه للحمام بتاعنا مع بعض. يلا بينا كده نشوف الفيديو. ده فرش الطاجن اللي انا هفرش بيه الطاجن بتاعنا للزغاليل، وفي نفس الوقت الحمام يحدق منه. ده العنصر الثاني المهم جدا جدا في زياده خصوبه الحمام بتاعنا. لو قرينا على الكيس بتاعنا هتلاقي مخلوط من الاملاح المعدنيه ناعم خاص لفرش الطاجن والتفريخ للحمام وللعصافير والدواجن كمان يا جماعه. مفيد جدا لحالات نقص الكالسيوم عند الفراخ الصغيره. طبعا الكالسيوم ده مهم جدا جدا في زياده انتاج البيض خاصه عند الاناث. الناحيه الثانيه هنلاقي ان المكون بتاعنا غني بالاملاح المعدنيه خاصه الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات مثل ا د ه 3 تمام، والسيلينيوم اللي هو خاصه للذكوره يا جماعه، اللي هو بيساعد على خصوبه الذكوره. يعني انا لما بقول فياجرا الحمام يبقى هو فعلا فياجرا الحمام، مش ببالغ فعلا لما بقول الكلمه دي، لانه فعلا فيه املاح معدنيه. ده اللي انا بقدمه للحمام بتاعنا وبيخلي الانتاج عندي مستمر، خاصه لو في زغاليل يا جماعه زي اللي احنا هنشوفها دي كده، زغاليل صغيره لسه طالعه عندك. يعني الزغاليل دي ممكن بعد كده لما تكبر وتريش اهي كده، هنشوفها برضو على الطبيعه. الزغاليل دي كده يا جماعه المفروض يبقى تحتها فرش للطاجن. يعني انا كده مش حاطط فرش، بدات اجيب النهارده الفرش. الزغلول كبير وزغلول صغير، دي مشكله كبيره جدا ممكن ان احنا نتكلم عليها في فيديوهات ثانيه، ولكن انا هحلها دلوقتي برضو معاكم. بس انا عشان وقت الفيديو احنا طالعين النهارده نتكلم على الاملاح والفيتامينات المعدنيه اللي انا بقدمها للحمام بتاعنا. فارش طبعا رمله مش مفيده جدا للحمام بتاعنا خاصه في موسم الشتاء. التحديق عشان بعد كده الزغلول ده لما يكبر وريشه يدبس او الريش بتاعه يبدا يكتمل، ممكن الاهالي تحدق من الزغلول اللي هو قدامنا ده. طبعا ممكن يحصل بعد كده مشاكل. المشاكل دي طبعا بتسبب نتف ريش الزغاليل. الاهالي بتحدق من الزغاليل بتاعتنا، فده طبعا خطر جدا جدا للحمام بتاعنا. زائد ان العنصر اللي انا بتكلم عليه بتخلي الزغاليل بتاعتنا النمو بتاعها يكتمل وما يبقاش طبعا في ريش منتوف منها. هنشوف كده، هنفرش مع بعض الطواجن على السريع ونرجع تاني في اخر الفيديو نتكلم كلمتين مهمين كده يا جماعه. الفرش اللي احنا هنقدمه في الطاجن وفضيه في اي حاجه من زي جردل او كده، وابدا اقدمه للحمام بتاعنا. وده الشكل النهائي للطواجن بتاعتنا يا جماعه، اهي كده. ده كده انا فرشت طواجن، ابدا بقى طبعا اوزعها. دي الكميه اللي انا بدات بيها في الاول عشان في زغاليل وفي بيض، ابدا ابدل كده يا جماعه. بدا الحمام يدب في التحديق اهو. ده كان عندي طبعا نقص في التحديق اهو، ده قص برده من الرصوص اللي عندي اهو زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. وده كده يا جماعه التحديق اللي انا قدمته للحمام بتاعه. في نوعين من التحديق زي ما اتكلمنا كده في الفيديو. الفرش الطاجن هو برده تحديق، ولكن انا بفضل ان انا اجيب الحاجات اللي هي بتبقى مليئه بالعناصر الغذائيه زي الاعشاب اللي هي بتبقى موجوده في الكيس الثاني اللي احنا قدمناه مع بعض. التحديق مهم جدا جدا للحمام بتاعنا، ودي حاجه بيدور عليها الحمام بتاعنا. يمكن كلنا لو بنربي حمام سايب بنلاقي الحمام بينقش في جدران الحيطه اذا كان في اوضه، او الحمام اللي هو بيبقى طليق بنلاقيه طبعا بينقر في جدران الحيطه او في الارض كده. عناصر مهمه من العناصر اللي هي التحديق زي الطمي او الطوب الاحمر اللي هو بيبقى متكسر، الجير، الرمله، الحاجات دي مهمه جدا جدا للحمام بتاعنا خاصه مع الزغاليل. بنلاقي طبعا نتف ريش الزغاليل. نتف ريش الزغاليل ده بيحصل نتيجه عدم التحديق بتاعنا او الاملاح المعدنيه اللي هو بيحتاجها الحمام بتاعنا، وبنلاقيها طبعا في العناصر اللي احنا قدمناها النهارده ان شاء الله مع بعض في الكيسين اللي هو فرش الطاجن والتحديق اللي احنا قدمناه
مع بعض. ممكن تجيب التحديق اللي هو فرش الطاجن وتقدمه في الطاجن عادي مفيش فيه مشكله والحمام يحدق منه، بس انا بفضل ان انا احط في اكاله لوحدها للحمام بتاعنا ياخد منها كل العناصر اللي هو عايزها، عشان الزغلول طبعا ما يوسخش الطاجن وما يوسخش التحديق وبعد كده بنقدم امراض للحمام بتاعنا. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، ويا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.